السلام عليكم، كيف حالكم؟ اليوم يوم الجن، يوم الرياضة اليمنية. صحيح قد يكون ما عندي الخلفية الكاملة للرياضة اليمنية، لكن اللي نشوفه تخلي الواحد يفهم حتى عدا بطن أمه. قد أكون ما أعرف جميع أسماء اللاعبين اليمنيين، لكني وطني للنخاع. والله حتى لو أقيمت دورة للصنادل أكرمكم الله واليمن مشاركة فيها أفتخر، وهذا الشيء طبيعي يخلينا نفرح، لأنك كلاعب يمني مظلوم إعلاميا ومهضوم فنيا ومفلس ماديا ومعدوم دوريا. رغم هذا تمثل دولتك في محافل دولية، أكيد الكل بيفرح. نبدأ بأحمد العيسي. أنا من يوم بديت أعرف الكورة لقيت هذا الشخص أمامي المسؤول الأول والأخير على الرياضة اليمنية. تقريبا من عام 2005 لم تقم قائمة للمنتخب أو لغير المنتخب المتعلق بالرياضة. سيء جدا للغاية. أصبحت الكورة هي المتنفس الوحيد للشعب اليمني، وهذا هو الشيء الوحيد اللي يفرح فيها، لكنه قتل هذا الشغف والحب حتى أصبحنا نعشق رياضة غيرنا. اسأل أي مواطن يمني عن أسماء اللاعبين في المنتخب مش عارف. بالنسبة لي حتى لا أعرف أسماء الأندية اليمنية. أعرف أهلي صنعاء اللي شهروا على النونو، ونادي الصقر اللي حاليا تحول لمركز شرطة. أحمد العيسي متسلط على السلطة وكأنها ملك والده، لم يفهم على نفسه المهزلة اللي صرنا نتعرض لها بسببه. إلى الحين لم يفهم إن الرياضة اليمنية أسوأ رياضة في العالم بسببه. مش فاهم، مش راضي يفهم. من بيفهمه منه؟ رغم النداءات والسب واللعن والرجاء اللي يحصله من الشعب، ما زال متمسك بهذا المنصب. والله لو جلست أتكلم يوم كامل عن هذا الشخص وعن عمائله بالرياضة ما راح أخلص. المنتخب اليمني كل مرة تظهرون فيها للأسوأ. أنا لو أجمع اللي كنا نلعب إحناهم صدقونا إن إحنا راح نخرج بنتائج أحسن منكم. كلنا ندري إنكم بدون دوري، بدون رواتب، مجردون من أبسط حقوقكم، والشيء اللي تقدموه يعتبر مجهود فردي ليس له علاقة بالاتحاد اليمني. حتى الكسارات ما يعطوكم. أحزنني هذا الموقف أكثر من نتيجة المباراة. حتى لو يدخلوا فيكم 10 أهداف مش غريبة عليكم هذا الشيء. حتى الكسارات ما يقدروا يوفروها لكم، ليش تلعبوا؟ ارفضوا جميعكم المشاركة، طالبوا بحقوقكم، اعملوا لكم أي حركة قبل بداية أي مباراة. إذا كان المنتخب الألماني دافع عن مجتمع الميم التافه وعمل يده بلقفه، أنتم اعملوا يدكم حتى بمكان ثاني، أنتم عارفين فين تعملوها. المهم دبروا أنفسكم، مش لما يقولوا لكم تعالوا العبوا تروحوا على طول تضحكوا بين العالم، تخلوا الناس تضحك علينا. الشعب العراقي له 20 سنة يشجع إحنا وإحنا ولا فزنا مباراة. يا رجل عيب، استحوا منهم أقل حاجة. حتى أصبحت الدول المشاركة معاكم ما تهابكم، تواجهكم بلاعبين مستوى ثاني وثالث ورابع، لأنهم عارفين إنهم بيصبنوكم. أتمنى إنها تكون لكم آخر مشاركة في خليجي 25. واحد منكم يطلع بتصريح إن هذه المشاركة ستكون آخر مشاركة لكم، بلغوهم بذلك. والعيسي لا تخافوا منه، صرحوا بس افضحوا قدته إنه يأكل حقوقكم هو شلته حتى يعملوا لكم حل. أما لو جلستم على هذه الحالة تلعبوا على حساب مشاعرنا ووطنيتنا، بنخلي الوطنية على جنب ونشقدفكم شقداف. حتى ما يلعبسي ضحكت عليكم، قالت نزلوني وأني والله بسجل هدف بدالكم. الله يحرق قلوبكم أنتم وأحمد العيسي مثل ما أحرقت قلوبنا. إيش الحل معاكم أنتم؟ ودمتم في أمان الله.